كنا محتاجين نعرف من يفتك حقيقة ما يحدث في مدرسة الكرمة بدمنهور، بعيد عن أحكام القضاء. ده عاقل بقى، يعني إيه، فاهم إن إحنا ما نعلقش على القضاء. يعني هو دلوقتي بيقول انا مش هعلق على حكم القضاء. اسمعوا بقى، هو نفسه هيعلق، ما تعرفش ازاي. أنا هعتبرها من المنبر ده بدعو كل عالم قانون. طبعا هو هنا بيكلم المسيحيين، بيقول لهم يلا تكاتفوا كلكم عشان تطلعوا الراجل ده براءه، أن يدرس ملف هذه القضية جيدا. القاضي ما درسوش وادى حكم كده بالعمياني، وانت بقى المحامين بتوعك هم اللي هيدرسوا. وأكون شاكر لو جاب لي دليل إدانة واحد ضد هذا الرجل الفاضل. احنا مش هنعلق على احكام القضاء، بس عايزين حد بس من رجال القانون يطلع لي دليل ادانه واحد ضد هذا الراجل. انت لو انت هتعلق هتقول ايه تاني؟ اسمعوا يا مسيحيين، اسمعوا يا مسلمين، سيبك بقى المسيحيين كده كده دول مع بعض، فدي مش قضيتنا بقى دلوقتي. اسمع يا مسلم، اسمع الانبا بولا بيقول ايه على اللي عمل في طفل عنده 5 سنين كده. يا ترى بيقول ايه؟ من خلال تعاملاتي القليلة مع هذا الرجل، إنسان بار، صبر كامل، انسان بار. ادي ده رد الكنيسه، إنسان بار وتقي. صحيح، الكنيسه بتقول على صبر كامل انسان بار وتقي، وأثق في عدالة المحكمة وأثق في عدالة السماء. ايه المسخره دي؟ طب يعني يا ريتك ما كنت طلعت ولا اتكلمت.